مباشر. طيب الميكانيزم بقى، يعني خلاص احنا قعدنا نتكلم كتير على الجزء بتاع إدارة السلاسل الإمداد والتوريد وشكلها ونظامها، هي بقى شغالة ازاي يعني، هي بتشتغل ازاي. مفهوم أساسي في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد هو مفهوم اللوجيستيك أو مفهوم النقل والتخزين. يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي حابين نركز عليها أوي. الموضوع مش سهل أوي. إن عميل طلب، عملاء مثلا طلبوا 100,000 آيفون مثلا، تمام، فشركة أبل مثلا قامت منتجة لهم 100,000 آيفون وباعتهم عن طريق الستورز بتاعتها وشكرا على كده. الموضوع مش بهذه البساطة. في عمليات بتحصل في النص كتير، أغلبيتها يعني أغلبية العمليات دي بتكون مختصة بحتتين: حتة اللي هي التخزين، والحتة بتاعة النقل. في حاجة الناس ما بتحسبهاش، تقول لك يا عم أنا معايا فلوس النهاردة فهاخد الفلوس أحطها في بضاعة أحسن ما تبقى معايا فلوس كاش، والبضاعة بتزيد ثمنها. لو احنا بنتكلم على التجميل، طبعا الدواء في مصر مسعر تسعيرة جبرية، وأعتقد في كل بلاد العالم هتلاقي مسعر تسعيرة جبرية. أنا كنت في السعودية كان الدواء مسعر تسعيرة جبرية وبينزل تسعيرات، وفي السعودية كان عكس مصر، الدواء بيرخص ما بيزيدش. فدي من ضمن الحاجات اللي شفتها يعني. فالقصة مش قد رو ماتيريال سبلاي، بعد كده مانيفاكتشرر اللي هو المصنع، بعد كده الديستريبيوتر أو الناس اللي هم موزعين، بعد كده الهول سيلرز أو الجماعة بتوع تجار الجملة، وبعد كده الريتيلرز أو تجار التجزئة اللي من ضمنهم الصيدلية بتاعت حضرتك، وبعدين في الآخر الإند يوزر. لا، السايكل دي جزء كبير منها له علاقة بالنقل والتخزين بتاع من أول لما الرو ماتيريال بتطلع من مواد خام اصلا، والمواد اللي بتطلعها والمواد اللي مستخدمه في انتاجها، تمام، الى ان توصل الحاجه دي لايد العميل. توصل يعني هنوصلها يعني هننقلها. تمام. لو استخدمنا النموذج القديم اللي احنا لسه متكلمين عنه، النموذج بتاع الراجل الصياد، فالراجل ده عمل مجهود وراح لحد السوق عشان يبيع السمكه اللي معاه، وهكذا. تمام. تمام. فإدارة سلاسل الإمداد في الأساس معنية بإن أنت تعمل النتورك دي أو تعمل الشبكة دي، ويبقى عندك في الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الريسك مانجمنت سيناريوهات. إن أنت مش هتنجم، أنت مش هتعرف الغيب، بس في نفس الوقت في سيناريو إن بكرة الصبح الحق الأوجمنتن هيخش تسعيرة، فبالتالي الأوجمنتن هيقل في السوق، فبالتالي أنا محتاج أأمن نفسي في الفترة اللي هي ما هو كده ولا كده أوجمنتن هينزل، يعني هيبقى موجود في السوق. بس في فترة هيبقى فيها شح عند الموزعين، فبالتالي أنا ألحق أجيب لك الكمية اللي هتكفيني شهر شهرين. وده هنقعد نتكلم فيه بشكل مستفيض في المحاضرة التانية أو في السيشن التانية إن شاء الله، اللي هتبقى الجمعة الجاية إن شاء الله. تمام. وهيبقى طبعا جزء منه هنشتغل إزاي على الكلام ده إكسل والكلام ده. بس بشكل مبدئي لازم نفهم هو السايكل ماشية إزاي. رو ماتيريال، بعد كده مانufacturer حد بيصنع، بعد كده ديستريبيوتر، هول سيلر وريتيلر اللي هم الصيدليات،